يلا يا مريم قولي لنا ايه رايك؟ ايه حلوة رايك؟ أوي 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 يا أصحابي، جربوها. شايفين؟ والله بصوا اهي 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 طريه وهشه وحلوه قوي قوي. بصوا اهي، شايفين؟ تحفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيك يومي سهل وبسيط وسريع، حلو جدا. بس الجديد عندنا ان احنا هنعمله بالصوبيا. صوبيا يا شيرين؟ ايوه. يلا بينا نشوف الريحة هتملى البيت. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بس الاول مرة بتشوفيني متنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسينيش باللايك، ده دعمك ليا. يلا بينا نشوف ايه مكوناتنا النهارده. معانا 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة. اهم حاجة عشان الكيك ينجح معاكي حطيه كله بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا الثلاث بيضات هحط عليهم نص كوباية من السكر، نص كوباية من الصوبيا، نص كوباية من الزيت. سهل كده. 3 بيضات، نص كوباية من الصوبيا، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السكر. وكمان هنحط فانيليا لو انتي حابة، مش حابة ومش عندك مش مهم. هي اصلا الفكره جات لي من هنا ان انا مره ما كانش عندي فانيليا، فرحت حاطه صوبيا وبس، لان هي اصلا كلها فانيليا. وهحط كمان عليهم كوبايه من اللبن كامله. اي كيك يومي عشان تحفظي كده وما تتلخبطيش ابدا فيه ويطلع معاكي تحفه. كوبايتين الدقيق، نصهم لبن ونصهم سمنه او زيت زي ما احنا عملنا كده، يبقى 2 دقيق عليهم كوبايه من اللبن وعليهم نص سمنه او زيت وعليهم كوبايه من السكر لو انتي هتعملي الكيك العادي. اما احنا عشان هنعمل بالصوبيا فحطيت نص سكر ونص صوبيا. ودلوقتي مسكت الدقيق وحطيت عليه بالكيس البيكنج باودر وقلبته، وعليه ذره من الملح. وكان الخليط بتاعي طحنته في الخلاط وحطيت كله على بعض. على فكره ما بحطش حبه حبه او الكلام ده كله، لا لا لا، انجزي كده بمضرب اليدوي وحطي كله على بعضه وقلبيه. بس كده، شفتوا؟ مفيش اسهل من كده. في 10 دقايق هتكوني عاملاها. الصينيه بتاعتي جبتها دهنة زيت بس او سمنه، ولا بحط فيها دقيق ولا اي حاجه. ودلوقتي هتشوفوها ولا هتلزق ولا هيحصل لها اي حاجه خالص. تحفه. ويلا نشوف القوام بتاعها. زي ما انتوا شفتوا هدخلها على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، وهتقعد نص ساعه و5 دقايق مثلا. بصوا طلعت زي ما انتوا شفتوا كده. بختبرها بالسكينه او بالشوكه تطلع نضيفه خلاص. تمام قوي كده. بسلكها من الجناب وببتدي ان انا اقلبها. عايزه تقطعيها وهي كده زي ما انتي حابه، بس انا يعتبر اتحمرت مني شويه. انا بس ايه، نسيتها شويه. انا شلت بس الطبق اللي من فوق دي عشان يعني بدل ما تبقى عايزاها متساويه يعني. عشان لما اقلبها اهو قلبتها اتحمرت مني شويه، بس والله طعمها ما اقولكوش تحفه تحفه تحفه. وخلي بالكم الناس اللي بتقول الكيكه بتغمق منها، الكيكه بتغمق علشان آه، استوت زياده. حتى شفتوا الجناب دي هتلاقوها متحمره. حسيت ان انا يعني شكلها الطف كده وانا عاملاها كده، فرحت قلبها وقلت اقطع كده. على فكره هي سخنه سخنه جدا، حتى البخار طالع اهو. اهو بصوا شكلها تحفه وعجبت بنتي جدا. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات ويقول لي. بجد هتجيب معاكم اخر الدنيا، هتشموا كده ريحه الكيك تحفه. ان شاء الله هتعجبكم جدا. ولو عندكم كيكه من رمضان يلا استغلوها. قصدي لو عندكم صوبيا من رمضان استغليها وانتوا حبايبي واعمليها. وروح قلبي وقلبي قلبي 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 انت روحي وبوسة. يا ناس.